مساء الخير. في الفيديو ده هشرح لك ازاي تقدر تضيف اي حد في البيزنس بتاعك او الاد اكونت بتاعك وتديله صلاحيات محدده بحيث ان هو يشتغل لك، سواء هو ميديا باير او جرافيك ديزاينر او اي حد بيشتغل معاك في التيم، وازاي تديله صلاحيات محدوده او ازاي تديله صلاحيات لكل الاد اكونت او البيزنس مانجر بتاعك. بس قبل ما نبتدي احب اعرفك بنفسي. انا كارلوس، شغال في التسويق بقالي 3 سنين. اشتغلت على براندات كتير جدا في مصر وفي الخليج وحققت لهم مبيعات بارقام كبيره. فلو انت صاحب بيزنس ومهتم بالتسويق او ميديا باينج فانصحك تشترك في القناه، ان هنزل محتوى هيفيدك جدا. ولو انت عندك اي مشكله في البيزنس بتاعك او حابب نشتغل مع بعض ممكن تبعت لي على الفيس او على الانستا. اول حاجه، انت ما بتفتح الاد مانجر بتاعك بيكون دي الواجهه اللي ظاهره قدامك، الكامبينز اللي انت عاملها والاحصائيات والكلام ده كله. فانت هتضغط هنا على الثلاث شروط دول، وبعدين تضغط على اول تولز، بعدين على بيزنس سيتنج. تمام، دي الواجهه اللي بتكون ظاهره قدامك. احنا كل اللي هنحتاجه ان انت تحت بيزنس انفو هتلاقي في خانه اسمها يوزرز، لو كانت بالشكل ده هتدوس عليها، بعدين تدوس على بيبول. تمام، بعدين هتضغط على انفايت بيبول، بعدين هتضيف هنا الايميل اللي انت عايز تضيفه، ايميل الشخص اللي انت عايز تضيفه. انا هضيف مثلا اي ايميل، وبعدين هدوس مثلا اي ايميل كده. فهو هيقول لي انت عايز تديله ايه صلاحيه، عايز تديله صلاحيه هي الوقت محدد، هقول له لا مش هعلمها وهدوس نيكست. تمام، هنا بيقول لي في اتنين نوع من الصلاحيه، في صلاحيه بيزكس وفي ايفريثينج. ايه الفرق بين الاثنين؟ البيزك دي بيبقى حاجات معينه بس، اللي هو ايه الحاجات اللي ممكن يشتغل لك بيها مثلا سواء ميديا باير او اي حد، يعني مش ما عندوش صلاحيه من الاخر ان هو يقدر يشيلك من البيزنس مانجر. تمام، طب لو انت اصلا مش عارف يعني ايه الفرق بين ايه هو بيزنس مانجر وايه الكلام ده كله انا بقوله، فانا عامل فيديو بيشرح لك يعني ايه بيزنس مانجر ويعني ايه الاد اكونت والكلام ده كله. هتلاقي الفيديو فوق في الاي، فانصحك تشوفه. تمام، بعد كده انت دلوقتي عندك زي ما قلت لك صلاحيه بيزكس، دي ما يقدرش ان هو يشيلك منها، ما يقدرش يشيلك من البيزنس مانجر. لكن ايفري ثينج دي هو يقدر يشيلك، يقدر يتحكم، هو يقدر يضيف ناس ويقدر يشيلك ويقدر يعمل كل حاجه. تمام، فاحنا هنسيب بيزك زي ما هي اصلا بتكون متعلمه لوحدها. ولو انت عايز ايفري ثينج فانت بتعلم ايه ايفري ثينج. تمام، احنا هندوس نيكست. بعدين هيقول لك انت هنا عايز تديله صلاحيات لايه بالظبط. انت عايز تديله صلاحيه لاني حساب اعلاني من دول، او مثلا انت عندك بيكسلز. ولو انت برضه مش عارف يعني ايه بيكسل، فانا عامل فيديو برضه بيشرح ايه هو البيكسل وازاي تربطه بالمتجر الالكتروني بتاعك، انصحك برضه تشوفه، هتلاقيه في الايفون. تمام، فانت هتدوس هتختار انهي واحد من دول، من انهي حساب اعلاني من دول. فاحنا مثلا نقول عايزين نديله صلاحيه على الحساب الاعلاني ده. فهنا بيقول لك انت عايز تديله صلاحيه للحساب الاعلاني ده في ايه بالظبط. عايزه يمانج الكامبين، يعني يدير الكامبين بتوعك، ولا يشوف النتائج، ولا يشوف الكرياتيف بتاعتك. دي كل صلاحيه من دول على حسب الموظف ده انت مشغله ايه بالظبط. تمام، فاحنا في الاغلب بنديله فول اكسس. دي تديله فول اكسس ليه؟ عشان ده لو ميديا باير يقدر يتحكم بسهوله ويقدر يعمل كل حاجه. تمام، انت عندك هنا البيكسلز. البيكسل برضه هو ميديا باير، لو الشخص ده ميديا باير لازم تديله صلاحيات للبيكسل. انا هنا ما عنديش بيكسل، لو انت عندك بيكسلز هتديله صلاحيات ليها. تمام، هندوس نيكست. بعدين خلاص كده انا مديله صلاحيه الحساب الاعلاني ده، واديته صلاحيه مثلا للبيكسل لو عندي. فانا هدوس هنا ايه انفايت ويز وان اسيست. تمام، انت لو عندك اكتر من حاجه فانت هتلاقي هنا كده متغيره، وانت على حسب هنا ايه رقم واحد ده بيتغير على حسب الحاجات اللي انت ايه الساعات اللي انت مديها له. فانت هتدوس انفايت، بيوصله رساله على الايميل، هو بياكدها، بيوافق عليها، بيبقى هو كده خلاص عنده صلاحيات لجميع الحاجات اللي انت ايه اديتها له. طب هو ازاي بيعرف يوصل للحاجات دي؟ بيفتح نفس الصفحه اللي هي بتاعت الادز مانجر دي، بيفتح الادز مانجر ده هنا. تمام، بيلاقي كل حاجه ظاهره له، كل حاجه بقى. هو هنا بيلاقي ايه لما بيخش على يضغط على اول هنا ويدوس على بيزنس ثينج، هو بيلاقي نفسه في جوه البيزنس بتاعك. تمام، يعني كانه فاتح من الحساب بتاعك انت بالظبط. بس لو انت مديله صلاحيه بيزكس هو ما يقدرش يشيلك، هو بس يا دوب بيعرف يعمل الشغل اللي هو متحدد له. تمام، وبس. لو فيديو عجبك يا ريت تشترك في القناه، لان انا هنزل عليه محتوى يفيدك جدا لو انت مهتم بالماركتنج او الميديا باينج. ولو انت عندك اي مشكله في البيزنس بتاعك او محتاج اي استشاره او اي مشكله عندك، ممكن تكتب لي في التعليقات او تتواصل معايا على الفيس او على الانستا.